السلام عليكم البنات، معكم اختكم خديجه من قناه شهوات مع خديجه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم الطريقه ديال التحضير ديال الطاجين بالدجاج وبالبصله والزبيب اللي كيجي واحد الطاجين يا سلام، وكيجي معلك وكيجي بنته كتبقى في الفم. وهنايا البنات ما نطولش عليكم، قبل ما نبداو في التقديم ديال المقادير كنتمنى اللي شافت الفيديو ديالي الاول خطرات تشارك والضغط على الجرس باش كيوصلها كل جديد اللي انا كنحط في القناه ديالي فضلا وليس امرا. وهنايا البنات على بركه الله غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير ديال الدجاج ديالنا. كناخذوا واحد نص كاس ديال الماء كنديروه في الطاجين، وكناخذوا هنا واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم. انا العبارات البنات عطيتهم لكم بالمعلقه الصغيره. وكناخذوا واحد شويه ديال الابزار، واحد 4 معالق ديال الابزار. وكناخذوا هنا واحد معلقه عامره ديال سكينجبير، تكون عامره مزيان ديال سكينجبير. وكناخذوا واحد 4 معالق ديال التوابل ديال الدجاج، العطريه ديال الدجاج. وهنا كناخذوا واحد 4 معالق ديال السمن. وهنا واحد 2 فصوص ديال الثومه اللي كيكونوا متوسطين. الا عندكم الثومه كبيره ديروا غير فص واحد. وكنحكوا الثومه ديالنا في الحكاكه. وهنا واحد معلقه صغيره كتكون مزيج ما بين القزبر والمعدنوس. وكناخذ واحد المعلقه كنخلطوا مزيان التوابل ديالنا. وهنا الدجاج ديال البنات كيبقى على حسب عدد الافراد ديال الاسره. وكنستفوا هنا الدجاج ديالنا في هذيك الشرموله اللي درنا. وهنا البنات كنضيف واحد شويه ديال الملحه، ما تقسمتهاش معكم. الملحه كتبقى على حسب الذوق. وكنستفوا مزيان الدجاج ديالنا فوق هذيك الشرموله اللي درنا في الطاجين بهذه الطريقه هذه. وهنا البنات الزيت ما كنديروهاش حتى تيتقلى لينا الدجاج ديالنا. وهنا البنات من بعد ما استفنا الدجاج ديالنا في الطاجين غنديروه فوق النار. وهنا كنديروه فوق النار وكنحركوا عليه وكنسدوا عليه حتى يتقلى لينا الدجاج ديالنا مزيان. وهنا البنات الدجاج ديالنا مره الطاجين ديالنا كنحلو عليه وكنحركوه وكنهزوا هذيك المريقه ديالنا كنضيفوها فوق القطع ديال الدجاج ديالنا باش كيتشربوا لينا حتى هما دوك التوابل. تيجي الدجاج ديالنا داخله مزيان هذيك العطريه من الداخل، وكيجي بنين من الداخل كيتشرب لينا التوابل ديالنا. وهنا كناخذ واحد 2 العواد ديال القرفه اللي كنكونوا غاسلينهم، كديروهم في الجناب. اللي ما متوفراش عنده العواد ديال القرفه يمكن ليه يستعمل واحد شويه ديال القرفه، واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه. وهنا كنكونوا واحد البصيله اللي كنكونوا مشلضينها مزيان، بصيله صغيره اللي كنكونوا كنشلضوها مزيان وكنضيفوها فوق الدجاج ديالنا على هذا الشكل هذا. وهنا الدور ديال هاد البصله البنات هي اللي كتختار لكم المريقه ديالكم، كتجينا المريقه ديالنا خاتره. وكنحركوا على هذا الشكل هذا حتى تدخل للداخل ديال الطاجين. وكنضيفوا هنا واحد 4 كاس ديال الزيت اللي كيكون زيت نباتيه، اللي كيكون مزيج ما بين زيت نباتيه وزيت مائده. وهنا كنحركوا مزيان باش كنضيفوا الزيت. كتبقى تحركوا الدجاج ديالكم باش ما كيلصق لكمش من التحت. وكنسدوا عليه وكنخليوه حتى يتقلى مزيان. وهنا البنات من بعد ما تقلى لينا الدجاج ديالنا كنحلو عليه وكنبقى نحركوه. ضروري كتبقى تحركوا الطريفات ديال اللحم ديالكم باش ما كيلصقوا لكمش من التحت. وكنهزوا ديك المريقه، كنستمروا بنفس الطريقه، كنهزوا ديك المريقه كنديروها فوق قطع ديال الدجاج ديالنا. وهنا البنات عندنا واحد 2 بصيلات اللي كنكونوا قطعناهم على هذا الشكل الطولي، ولا يمكن لكم تقطعوهم دوائر. غير هنا البنات البصله ديالنا كنرقوها ما كنغلطوهاش باش كطيب لينا، ما كتاخذ ليناش الوقت بزاف. وكنستفوا البصيله ديالنا فوق الطاجين. ومن
بعد ما استفنا البصيله ديالنا فوق الطاجين البنات، كنكون عندنا الزبيب اللي كنكونوا غاسلينه مزيان وكنديرو كيترقد. كنخليوه واحد شويه ديال الماء كيترقد. من بعد ما كنوجدوا الطاجين ديالنا كنديرو حتى هو من قبل. وهنا تنهزو الزبيب ديالنا كنستفوه فوق هذيك البصيله. وهنا البنات كناخذوا واحد شويه ديال القرفه كندردروها على الزبيب بهذه الطريقه هذه، وواحد شويه ديال السنيده ما تكونش كثيره بزاف، غير واحد 4 معالق ديال السنيده. هذا القياس هذا كندردروها السنيده ديالنا كندردروها فوق الزبيب باش كيجي لينا الزبيب ديالنا كيجي معسل. وهنا البنات الماء ما كنضيفوش، غير هذاك نص كاس ديال الماء اللي درنا في الاول في الترموله. والبصله راه كتطلق لينا الماء، غير كنقصوا النار كيكون ناقص باش البصله ديالنا كتطلق لينا الماء. ومره مره هنايا البنات كنحلوا عليه وكنهزوا هذيك المريقه كنديروها فوق البصيله باش البصيله ديالكم ما كتبقاش بيضاء وحتى هي كتشرب. وكتسدوا عليه وكتخليوه يطيب. وهنا البنات كنحلوا عليه من بعد ما كيكون هنا راه طايب لينا، غير كنخليوه تيتشرب لينا ديك المريقه مزيان. كنزيد كنخليوه كيتعسل لينا مزيان. وهنا البنات اللي بغات تعسل المريقه تضيف ليها واحد المعلقه ديال العسل، انا ما كنضيفهاش هنا، كنخليه غير كيتشرب لينا ديك المريقه مزيان. وهنا البنات من بعد ما كيطيب لينا الطاجين ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا البنات انا عاد طفيت عليه. شوفوا المريقه ديالنا كي كتجي خاطره، حلقه غير المنظر ديالو راه كيشهي. وهنا البنات شوفوا التعليكه ديال المريقه ديالنا كي كتجي خاطره وكتجي معسله. يا سلام كيجي واحد الطاجين بنتو راه ما كتحيدش من الفم. وهنا البنات وصلنا الى نهايه الفيديو. كاينه تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.